بتحكي الفنانة مروة عبد المنعم عن المحنة التي تعرضت لها. كنت قاعدة بقول لبنتي مش عارفة أنا صرفت عليكم طول السنين اللي فاتت دي ازاي، بس أهي بتمشي. أنا وقفت جنبي نفسي ومحدش وقف جنبي طبعا بعد ربنا ده عظيم وكريم. بقعد ساعات أقول أنا بصرف السنة دي ازاي وعدت ازاي، بس في ناس وقفت معايا في محنتي زي أشرف زكي وقف معايا جامد جدا، وإدوار وأحمد صفوت وأحمد زاهر وقفوا معايا في حاجات كتير. مش هقول مين اتخلى عني ومين الناس اللي استنيت ان هم يبقوا معايا وما لقيتهمش، لان ده سايب جوايا زعل. ما كناش صحاب قوي او بنخرج، بس هو على الاقل في بينا عشرة من الوسط الفني. لو ما كنت اقابلهم في اللوكيشن بيقولوا لي ايه الاخبار وبيسلموا عليا ويقولوا احنا سمعنا عنك كذا. طب سمعتوا؟ كنتوا اسألوا. كنت متخيلة ان تامر حسني يسأل عليا، وخاصة ان لما كان في فيلم عمر وسلمى وحصلت له مشكلة رحت له، مع اني لسه ما كنت صاحبته، بس بينا عشرة شغل، وتامر من الناس القريبة مني وما بعتش رسالة ولا كلمني. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.